يا مساء الفل عليكم حبايبين. تعالي نعمل على السريع كده تورتايه كده لتوحة حبيب قلبي باباتي، كل سنة وهو طيب. انا جايبه نص كيلو دقيق الاسبونجي حلو، معاهم 6 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وذره فانيليا، ونص كوبايه ميه فتره، ومحسن كيك، وكده حلو قوي. تمام. وحبة فانيليا وبس، مش هنحط اكتر من كده. عرفتوا ايه المقادير؟ النص كيلو دي الاسبونج، 6 بيضات، تمام، نص كوباية مية، ذرة فانيليا، محسن كيك، وهنقلبه زي ما انتوا شايفين كده. هنضربه بمضرب البيت بتاعنا معانا كده. واحنا دلوقتي حاليا مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، مشغلينه من تحت ومشغلينه من فوق. وهنضرب معانا البيض كده لحد ما يعمل زي الكريم جانتيه كده. هننزل بنص الخليط بتاعنا في نص الصينيه. طبعا الصينيه دي مدهونه من تحت كده بالسمنه او بالزيت ايا كان، وفوق منها ايه؟ المفرش شفتوه ده، ما علينا. احنا هننزل دلوقتي بمعلقتين كاكاو في قلب الايه، نص الخليط التاني اللي هو دي السبونج. تعالوا بقى بالمضرب البيت بتاعنا، وبرده ايه هنعمله بمضرب البيت عشان خاطر ايه؟ يندمج كله مع بعض ويبقى خليط واحد وحاجه واحده. تبقى لا حطينا سكر، ولا حطينا لبن، ولا حطينا بيكنج باودر، ولا حطينا الحاجات دي كلها. الدقيق الاسبونج بيجي جاهز من كله، ما بيحتاجش اكتر من نص كوبايه ميه لو نص كيلو دقيق. تمام. لو نص كيلو دقيق سبونج هتحتاج نص كيلو بس، نص كوباية مية فقط، و6 بيضات. لو هتضعفي بقى تزودي بقى، يبقى 12 بيضة، كوباية ايه وكوباية مية فترة. تمام كده. وحبة فانيليا عشان طبعا خاطر البيض ما تبقاش ريحته زفر. زي ما انتم شايفين كده، حطينا اهي في الصينيه وحطيناها في قلب الفرن. دي شوكولاته انا سيحتها وحطيت كيس اللي هو بتاع المطبخ دوت، ورسمت اي تشكيله كده واي حاجه بدل ما اشتري جاهز، فقلت كده اشتريه كده احسن، قصدي اعمله انا احسن. وعملت كلمه بابا والزجزاج زي ما انتم شايفين كده، ولوحه من الشوكولاته عشان هنزوق بيها ان شاء الله الكيكه معانا او التورته معانا. تعالوا بقى بينا نعمل ايه هو بقى. بس لما تخلصوا تتفرجوا الاول، ها، ايه رايكم؟ جميله جدا. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. تعالوا بقى نعمل ايه؟ الشوكولاته الايه اللي احنا هنحطها بيها، هنزوقها فوق. ماشي. احنا حطينا نص كيلو لبن، وعليها 3 معالق كده كاكاو. تمام كده. هنا معلقتين سكر، ومعلقتين اللهم صل على النبي، معلقتين نشا. وهنقلبهم كلهم على بعض كده، وهنرفعهم على النار لحد ما يمسكوا نفسهم. ده الجناش الشوكولاته اللي احنا نعمله، جناش الشوكولاته الايه الاقتصادي. تمام كده. تعالوا، انا عندي قالب شوكولاته، طبعا احنا حطيناها على النار لحد ما مسكت نفسها. وبعد كده جينا حطينا شويه شوكولاته، نص قالب شوكولاته، ومعلقه زبده. تمام كده. وذرة فانيليا عشان تبقى ريحتها حلوة. هنقلبهم بقى كده، هم اصلا سخنين وكده كده ايه هتسيح لما القوام بتاعها يبقى تقيل كده وحلو عشان هنحتاجه. يلا الكيكه بتاعتنا خرجت اهي. طبعا انا سبتها من بالليل وصحيت الصبح قلت اما اشتغل معاكم عليه كده. جبنا اللهم صل على النبي كيس اللي هو كيس الكريم جانتيه، وحطينا عليها نص كوبايه ميه، بس ميه متلجه، حطيناهم على بعض. وزي ما انتم شايفين مضرب البيض كده، وهنضربهم في البيض وهنحطهم فوق قرطاس، وهنرجع نعمل تاني نفس الحوار، نعمله تاني بالايه، بالشوكولاته. حلو. وجناش الشوكولاته دوت هنحطه برضو في كيس جنب مننا. كل حاجه في كيس كده جنب مننا عشان ايه؟ يبقى كل حاجه ايه مظبوطه وكله تمام كده. عملنا كمان واحد اهوت، وبرضو نص كوبايه ميه. كوبايه الميه ديت متلجه، بس الميه دي متلجه، بوريكي التلج اللي في الازازه يعني. يلا بمضرب البيض زي ما انتم شايفين كده، وبرضو هنضربها كده ونحط لها شوكولاته. اي لو عندك شوكولاته اللي هي نوتيلا ديت ماشي. ما عندكيش وعايز تحطي جناش شوكولاته ماشي. ما عندكيش ده ولا ده عفوا. ممكن تحطي ايه معلقه كاكاو خام عليها، تديكي برضو طعم الشوكولاته. تمام. بس لازم تحط طبعا سكر، ادام ما تحطي كاكاو لازم تحطي سكر عشان تبقى طعمها ايه يعني حلوه شويه مسكره. تمام كده كده احنا عملناها اهوت. حاسه ان هي سايحه شويه عشان الجو الحراره، فحطيتها في التلاجة شويه ورجعت عملتها تاني وايه وسبتها. تعالي بقى نعمل ايه التشريبه الجميله بتاعتنا بتاعه الكيكه. حطينا ميه ومعلقتين سكر، قلنا ننزل بشويه من الجناش الشوكولاته عشان ايه نطعم الكيكه كده تبقى حلوه، او التورتايه كده نطعمها تبقى حلوه. تمام كده. هنحطها هنا
كان عندي ازازه فاضيه كده غسلتها بتاعت اسمها ايه ديت، أم، اللهم صل، بتاعت الكاتشب. قلت ايه اما اخليها يعني بتاعت الكاتشب تبقى احسن ما ايه تعملي بالمعلقه وكده. تعالي بقى ننزل الكيكه بتاعتنا على الترابيزه، نضفنا الترابيزه كويس. تعالي بقى نقطع خرطه كده. عندك المنشار بتاعك، تعالي نقطع بالمنشار كده. طبعا عشان عندي المكان ضيق فانا ايه بقطع اول باول. يعني كده عملت واحده اهيت. هننزل بحته صغنونه كده في الارضيه عشان ما تمشيش مننا واحنا شغالين. اهيت، اللهم صل على النبي، شكلها جميل وتحفه. حطيت الباقي على جنب كده جنبي. وايه، وقلت اما ايه ازوق دي الاول، بعد كده اقطع واحط تاني. تمام. عشان خاطر ايه المكان عندي مش هيساعد ان انا احطهم كلهم جنب بعضهم. كده قطعنا ونزلنا بالجناش بتاعنا. لا، نزلنا بالتشريبه بتاعتنا في الاول خالص، وبعد كده نزلنا بالكريم جانتيه زي ما انتم شايفين كده. زوقي بقى التزويق دوت ايه، يعني انتي وذوقك يعني براحتك كده، وزوقي براحتك. هم قالوا خلي رودي تعمل لنا تورته، هم حرين بقى، ذنبهم على جنبهم. عملت لهم تورته، بس بجد بجد كانت طعمها خرافه، وطعمها كانت جميله وطريه كده وحلوه. حلوه حلوه، مش احسن ما نشتريها من بره. دي يوم ما هتجيبيها من بره والله العظيم هتجيبها ب 400 جنيه. لان الصينيه كبيره، الصينيه كبيره. هتجيبها ب 400. احنا عملنا لسه قريب برضو عيد ميلاد ابن اختي، وكان جايبه اكبر من دي بحاجه بسيطه. مش بسيطة قوي، يعني كبيرة سيكا. كانت ب1200 جنيه. قلت لهم لا، انا هعمل لكم زي بتاعت ابن اختي دي، بس ايه اصغر سيكا. كل واحد ياخد له حتة كده وببلاش من غير فلوس. رحت عملتها لهم، بس بجد بجد انبهروا بشكلها وبطعمها. كانت حلوة جدا 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 يعني. نزلنا بالجناش الشوكولاتة كده عليها نطعمها يعني. عندك اي طعام حطيها، عندك اي حاجة تانية غير الجناش الشوكولاتة مفيش اي مشكلة. بس قطعتها وراح حطيتها كمان اهيت. عشان ما اطولش بس عليكم ايه الفيديو. تمام. حطينا الخرطة التانية اهيت، وهننزل بالشوكولاتة ناحية الشوكولاتة، وننزل بكريمة البيضة ناحية الايه الكريمة البيضة. تمام كده. مهم. ها، ايه رأيك؟ حلو. يلا بالله عليك، لو اول مرة تشوفيني بالله عليك يا شيخ، لو اول مرة تشوف الفيديو بتاعي، يلا اعملي اشتراك على القناة بتاعتي، واي كومنت كده على ذوقك، وقولي لي ايه رأيك في الكيكة بتاعتي او التورتة بتاعتي. ايه رأيك؟ قولي لي بكل صراحة، حلو او مش حلو. في ناس اكلوا منها كتير، وفي ناس معايا على النت بيهم يعني. ممكن يخشوا برضو يقولوا لي حلو او مش حلو. او كان ناقصها ايه، لو كان ناقصها اي حاجة برضو تعرفوني يعني. عادي. هم. بص، حطيت لها كريمة كتير لان هم عندنا بيحبوا الكريمة جدا يعني. وشوية جناش شوكولاتة كده اهيت. حطيت كله في كيس في كيس عشان تبقى ايه اسهل لك يعني. عندك ازايز زي مثلا ديت ممكن تحطي فيها. دي اتقطعت كده معايا، قلت مفيش اي مشكلة هركبها وخلاص. وكده كده احنا هنسويها، وما هتنزل في معدتنا، مش هتنزل سليمة يعني. هتنزل برضو في نفس الحوار يعني. كله بيتدار بيجيلنا اكتر من كده يعني. تمام كده، تمام كده. يلا خلص الشوكولاتة. هنروح نضرب تاني. هنعمل بالكريمة بالمرة. ونروح نضرب ده ونضرب ده. لا، في جنب مني تقريبا. بس ده اللي خلص. يلا نروح نضرب حبة وارجع لكم. ضربت ورجعت لكم في ثانية. شفت، مفيش اسرع من كده، مفيش اسرع من كده. ها، ايه رأيكم؟ سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. بسيطة صدقوني، سهلة وبسيطة. أحسن ما تروحي تشتري. عارفة لو هتعملي كيكة عادية بالدقيق العادي، وتطلع عندك الفوم بتاعها عالي كده، وتركينيها بس لتاني يوم، وتمسكيها تقطعيها وتعمليها كتورتة، برضو جميلة جدا مش وحشة. وهتبقى حلوة. تعالوا بقى نسوي الحروف كده والجناب. طبعا انا ما رميتش ده انا عملتهم في كوبايات. مش عايزه اقول لكم كان طعمها احلى من الكيكه. لا، بس كانت طعمها حلوه جدا يعني. بصي بقى. ايه رايك؟ بنعمل الجناب طبعا ناحيه الشوكولاته للشوكولاته.
والناحية البيضة للبيضة. تمام. تمام. تعالي بقى الشوكولاتة اللي احنا عملناها مع بعضينا ديت، ما شاء الله النور جه، كان قاطع من 4 لحد 5. يلا ساعة واحدة، حلو قوي، حلو. الله يسامحهم والله العظيم، بتوع النور دول بيوقفوا الحل الواحد، والله العظيم بيوقفوا حل الواحد. ربنا ينتقم اشد الانتقام يا رب. انا عارفه ان الكلام ده غلط، بس هعمل ايه؟ الواحد زهق بجد ومل جدا. يعني واقفه حلو والله العظيم، قله النور ده بالذات بعد العصر كده أو قبل بعد الظهر يبقى حاجه مش كويس. لو الصبح دينا مخمودين، لكن في الوقت ده بيبقى واقفه حل ناس كتير بيوقفوا حالهم. بس يلا هنعمل ايه؟ هو حرق دم وخلاص. المهم احنا خرجنا من الموضوع اللي خلينا في موضوعنا. تعالي بقى نشوف بقى ايه الشوكولاته اللي احنا عاملينها. هنحط الاول الجناش كده على ناحيه الشوكولاته. يلا هنسويها كده عشان خلصت، القرطاس خلص. بص بقى دي شوكولاته، طبعا هي طلعت عريضه شويه اهيت، بس هنحاول ايه نحاول نسويها. انا عامله حتتين بس، حته الناحيه دي وحته الناحيه دي. الجناب بقى ايه، انا خدت من المتقطع دوت في الجناب كده، رشقته في الجناب كده. حاولت اقطع بالسكينه ما امكنش. بصي ما كانش هينفع برضك بالسكينه، مش نافع. قطمت 2. يلا بقى اي حاجه بقى كده لزقي وخلاص. ما انا مش مطلعاها بره عند حد، احنا اللي هناكلها، ما حدش تاني هياكلها غيرنا يعني. ايه رايك؟ شغال شغال. علي بقى اعملي بقى القرطاس بتاعك كده، وانزلي بروزتات كده على الجناب كده من هنا ومن هنا. ايه رايك؟ شغال برضك. يلا روزتات برضك بالشوكولاته اهيت. هو الجو حر شويه. بصي بقى اي بقى حاجه عندك بقى عايزه تحطيها على الوش حطيها، عايزه تستكفي بالمنظر ده استكفي بكده، مفيش اي مشكله، بكلمك جد. عايز تحطي بقى كله على بعضه شوكولاته من فوق كلها ماشي، كريمه بيضه برضك ماشي، وشويه شوكولاته كده خفيفه كده، حاجه خفيفه ماشي. ان شاء الله هعمل واحده تانية قريب قدامكم، وهعملها لكم سهله جدا جدا، وما فيهاش اي تشكيله، ما فيهاش اي حاجه خالص، مش مكلفه اكتر من هتكلفي مثلا 2 كيسين بس كريم جانتيه والكيكه ماشي، وقالب واحد شوكولاته. وهعملها قدامكم، هتبقى سهله جدا جدا جدا، ومش هنصعبها عليكم. ماشي. دي كلمه بابا، انا كنت عامله كلمه بابا بس للاسف لقيت ديت وما لقيتش التلاته، اتاكلت في التلاجة. قلت مش مشكله، هندبرها، عمال الف عليها مش لاقيها، عرفت انها اتاكلت. قلت مش مشكله بقى، هعمل كلمه بابا انا ايه بالحتت صغنطوطه كده وخلاص. ايه رايك؟ تحفة ولا لأ؟ حلوة ولا لأ؟ مم. جميلة 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 جميلة. ما تنسينيش بقى، اعملوا كومنت ولايك واشتراك. اي كومنت كده على ذوقكم، واشتراك لو ما كنتيش عندي في القناة بتاعتي، عشان اي حاجة جديدة انا بنزلها تيجي عندك في اشارة في التليفون بتاعك ان انا نزلت جديد، تخشي تتفرجي وتعملي برضو في اشتراك وتعملي لايك وتعملي كومنت. دي شوكولاتة انا عاملاها كده، اللي هي ايه بالمبشره كده، بشراها كده، كانت شوكولاته خام وبشراها حطها ايه في الجناب زي ما انتم شايفين كده. ودي اطعمه اللي هي حلويات، اطعمه اللي هي الفواكه، فواكه اطعمه. وطبعا دوت كريز، كان عندي حبه كريز بس ما ينفعش احطها كلها على بعضها، فقطعتها بصراحه، يعني مش حطاها كامله، حطها ايه انصاص 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 زي ما انتم شايفين، تدي كمنظر بس. مع اني كان عندي حاجات كتير، بس قلت يعني كفايه كده، بلاش ايه اوفر اكتر من كده يعني، ما رضيتش افور الحوار. وحلوه الشوكولاته اللي على الجناب اللي انا عملتها دي، شكلها جميله جدا. واللي من فوق عاملين زي ما تقولي ايه، زي شجره كده. اي حاجه تعمليها انت وتشكليها بايديك كده وانت تعمليها بايديكي، اكيد مليون في المية احسن مليون مره من اللي هتجيبيها من بره، لانها على شغل ايدك وبايدك انت. صح ولا لا؟ صح. طب
دي كانت عندي جوه، رحت واخداها عاملاها زي ما انتوا شايفين كده، بس كده اهي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنسونيش. ايه رايكم بابا؟ انا اللي عملت البابا التانية دي بقى، بدل ما ان التانية اتاكلت بقى خلاص عادي. لباباتي. كل سنة وانت طيب يا توحة، كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر لنا يا رب، ما نحرمش منك أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.